ويا صباح الفل والياسمين على عيونك يا ست الكل. قبل ما نبدأ زي ما اتعودت نسمي الله بسم الله. طبعا النهاردة الفرحة مساعين عشان اروح عند بيت اهلي يا جماعة. كل اللي دخل قناتي منور قناتي، قناة الجودة بالموجود. طبعا هنا كنت مسافرة زي ما قلتلكوا عند بيت اهلي، بس سافرت يعني بعد العصر كده يعني. ايه رأيكم في المنظر ده؟ طبعا ده وانا راكبة يعني، عشان انا في بلد واهلي في بلد. قلت اما اصوركوا كده وانا راكبه الميكروباص تتفرجوا معايا على الجمال ده. وحشتوني من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ عاملين ايه يا جماعه؟ طبعا بقى كل واحده مننا تبقى رايحه عند بيت اهلها، ربنا يخليهم لنا يا رب. حد عارف انا فين؟ حد عارف المكان ده ايه؟ قلت اما اصور كده شويه جمال الطبيعه وجمال الخضره يعني وجمال المنظر. طبعا انا ركبت بعد العصر كده، وعلى ما وصلت دخلت البيت قعدت شويه وكده يعني، وصورت بقى الروتين ده تاني يوم. تاني يوم من الصبح كده خدت كده جولة في الشقة. روتين طبعا يعني، مش نروح عند اهلنا نفضل قاعدين، لا نقوم كده، نقوم كده نشوف الدنيا بتقول ايه. ده بقى تاني يوم الصبح طبعا هنفطر طبق كيكة. كيكة كانت ماما عاملاها يعني. تعالوا اتفضلوا معانا. ادي طبق كيكة. كنت بوريكم الكيكة قد ايه جميلة يعني. وطبعا هي مش مرتفعة قوي لان هم عاملاها في صينية، يعني هي متبقاش مرتفعة قوي، هي مش عايزاها عالية قوي يعني. وادي كوباية الشاي. طبعا كانت ماما صحت قبلي وابويا وفطروا. انا بقى اما صحيت كده على الساعة 10 لقيت بابا خرج راح الشغل. صحيت بقى الساعة 10 انا وولادي يعني، وعملت كيكة ليا وليهم، بس طبعا هما مش بيشربوا شاي، انا بس اللي اشرب شاي. كوباية الشاي بتاعتي اللي بتظبط الدماغ. وهنفطر بقى ويلا بقى نبدأ الشغل. طبعا دي الأوضة. ده المنظر الطبيعي في أي بيت الصبح، حاجة كده تفتح النفس. حاجة كده تفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. هنخليها تفتح النفس دلوقتي بإذن الله. طبعا هنطبق البطانيتين، والهدوم اللي كانت على السرير التاني ده هدوم كده كانت اتشالت من الغسيل وقعدت تتطبق من الحبال يعني وقعدت تتطبق. فهنروق كل حاجة بإذن الله، مش هنروح نقعد بقى كده يعني، لا. كل واحدة بقى طبعا المنظر ده في كل بيت يعني كلكم عارفين.
قومي بقى كده وروقي الصبح كده وشمري كده زي ما انا كاتبه. قومي بقى كده شمري وروقي بيتك كده، ما تكسليش، مش الدنيا ساقعه. اي نعم الدنيا ساقعه بس ما تكسليش. نتحدى الكسل يا جماعه، الساعه دي بتكسل قوي. بس لازم البيت يكون حلو، زي ما بروق في بيتي هروق في بيت امي. مخليش الدنيا عندي حلوة واروح عند امي بقى اكسل وكده وهي اللي تعمل. لا، روقوا يا جماعة، روقوا في اي حتة. بيتكم بيت امكم، اللي حماتها موجودة بدها تروق في بيت حماتها. المكان اللي انت قاعدة فيه يعني خليه نضيف طول ما انت قادرة يعني، وربنا الحمد لله مديك الصحة يعني. ربنا يدينا الصحة كلنا يا رب. طبعا هنا السرير هشيل الدفاية دي وهنفضها وهفرشها تاني، لان ماما كانت عاملاها قبل ما اجي بيوم يعني، فهي مش عاوزة تتغير تتفرش تاني. نفضت كده السرير، مش هنيجي احنا نكركب الحاجة ونسيبها بقى. اللي يروق يروق، لا قومي انت روقي. مين يعني؟ اكيد انتوا بعيالك يعني، مين اللي هيعمل الكلام ده كله؟ قومي بقى روقي كده مكانك ومكان عيالك. نوروني يا جماعة واشتركوا في قناتي، والف شكر على كل اللي هيشترك في قناتي، والف شكر اللي هيتابع الفيديو، واللي هيحط لايك، واللي مش هيعمل حاجة ويتفرج عليه بس ما تبخلوش يعني. اشتركوا كده في القناة وحطوا اللايكات، روشوا كده الفيديو، روشوا كده. بقول لكم يعني، بعد ما خلصت الأوضة وادي الهدوم، كان في حاجة عايزة تطبق طبقتها يعني. اه اللي هناك على الكومودينو دي، فاضل بس اكنس بقى الأوضة. دي الهدوم اللي كنت طبقتها يعني. قعدت اطبقها، ودلوقتي بقى اكنس الأوضة. يا منظر بقى كده يفتح النفس بقى على الحياة كده. مش معقول والله، فعلا الترويق يعني بيعمل راحة نفسية. اكيد كل واحدة فهماني. انما بقى تقعدي تكسلي بقى وتقعدي وتقولي الدنيا ساقعة والدنيا مش ساقعة والكلام ده كله، مش تعملي حاجة، يومك هيضيع على الفاضي. وكنست الأوضة. طبعا انا بوريكم الانجازات. انا طبعا كنستها وخلصتها يعني، وطلعت على الصالة. بوريكم الصالة. مش عايزة اطول في الفيديو معاكم عشان محدش يمل. هبدأ بقى اشيل المساند دي، واشيل برضو الحتة اللي على الكنبة دي وانفضها واعملها تاني. بس انا بوريكم الانجازات يعني عشان الفيديو ما يطولش.
اديني شلتها ونفضتها. الف شكر على اللي داس اشتراك في قناتي، والف شكر على اللي داس لايك. بدأت بقى هنا اعدل في الكنبة، واظبطها يعني. وافرش الحتة فوقيها. هبدأ بقى اعدل في الكراسي اللي حواليها اللي انتوا شفتوها، والكنبة التانية دي اللي تبع الانتريه. تنشطي كده تنشطي كده، قومي يعني، الحركة بركة زي ما بيقولوا. هنعدل بقى دلوقتي الكنبة، هعدلها يعني. اوعى حد يكسل، اوعى حد يكسل، اهم حاجة لما تبص كده حواليك وتلاقي المنظر الشقة حلو، انتي هيجيلك راحة نفسية كده. متعرفيش هيجيلك منين، بس هيجيلك راحة نفسية يعني. وخصوصا بقى اللي يروح عند بيت اهله يا جماعة، يخليه حلو كده زي ما بيروق بيته، يخلي بيت اهله احلى من بيته على قد ما يقدر. قعدت اعدل بقى في الكنبة. قلت ما انور لكم زيادة. عدلنا الكنبة والمخدات اللي كانت عليها. بوريكم المنظر النهائي قبل ما اروح فين بقى، قبل ما اطلع على السلم، اكنس السلم برضو. لا، انا قبل ما اكنس السلم هكنس الصالة. كنست الصالة وطفيت النور تاني، كفاية الشمس الحلوة دي منورة كده الدنيا. وهنا بقى كنت طلعت على السلم، عملت بالمقشة الحيطان اللي على السلم دي زي ما انتوا شايفين كده، عشان لو في تراب ولا حاجة. كان في شوية تراب كده يعني، قلت نعملهم بالمقشة. وكنست السلم، بس طبعا ما جبتش كل حاجة بالتفصيل عشان الملل. اديني هنا كنت كنسته، وهنا كنت خلصت. ومع ألف سلامة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع ألف سلامة.